ان ده كان فيلم عند عثمان صاحبي جدا، كان نفسه يعمل الفيلم ده وما كنتش انا اللي هعمله، ما كانش في حد معين، بس انا اقترحت عليه ناس ثانيه يعني. كان احمد سنه صغير وقت ما ابتدينا الفيلم، ما كنتش حاسه ان هو مناسب ليه جدا، بس محتاج سنه ولا سنتين. كان بيحكيهولي كاصحاب وكان عاجبه جدا وانا حبيته جدا وهو عارف ان انا حبيته، بس قلت له انا عارف ان الحدوته عايزه حد شويه، الكلام ده كان من سنين يعني 3-4 سنين، عايزه حد شويه اكبر مني شويه. فصبرنا السنتين دول لغايه ما عملنا عشان يبقى قدام الناس هو مستوي ان يعمل فيلم زي ده، وانا شايف ان ده كان اختيار كويس في كل الظروف يعني. كده بقى انت نسيت المطبق. ايه في بنتك انت لحقت تلعب امتى؟ جميله، عايز ايه؟ عايز اقول لك ان انا بحبك. تحمست للحدوته جدا، لقيت حدوته عايز احكيها للناس، ودي اهم حاجه في الحدوته، انك تبقى عايز تحكيها وتعرف تحكيها للناس. والحمد لله قدرنا نطلعها سيناريو مع الاستاذ اماني التونسي، وبعد كده السيناريو ده قدرنا نقدمه للناس بشكل فيلم ان شاء الله. بقالنا كتير قوي ما عملناش فيلم زي ده او افلام من النوعيه دي يعني، ويا ريت تكتر شويه لان كله ضرب واكشن وكده، فقلنا نشوف يعني حاجه جديده يا رب يعجب الناس. انا عايز ارجع بس الافلام اللي كنا نسيناها شويه ترجع تبقى تشتغل تاني، فيلم رومانسي مش بس تشتغل كوميدي واكشن، ولا فيلم رومانسي. شوف وسط الحزن فرح وحسني بقلبك تلاقي. شخصية يوسف كانت تحدي كبير لأحمد حاتم، وهو شخص بيفقد بصره نتيجة حادثة. لأنك مش هتنساني ويرضيني أكون سيرة تجيب الفرح على بالك. مش فيلم بتاع حد اصلا كفيف، ده حد فقد بصره فجأة نتيجة حادث، فالتعامل معاه كان شوية مختلف خالص عن اللي انت متعود عليه. ويرضيني تعيش عمرك زي ما كنت عايزاك. المخرج عثمان أبو لبن كانت أول أعماله الفيلم الرومانسي أحلام عمرنا اللي قدمه في 2005، وبعد 14 سنة بيرجع للرومانسية تاني بفيلم بيبين فيه جمال مصر. والله الدراما بتحكمني ان انا اختار اماكن معينه، وانا من النوع اللي بحب الصوره الحلوه، يعني بحب دايما الناس تبقى عينيها مستريحه وبتشوف الحاجه بشكل حلو. بلدنا حلوه قوي، المهم ان احنا نقدمها بشكل حلو، وهو ده اللي انا كنت بحاول اعمله، يعني نقدم البلد باحسن شكل ممكن. الحدوته انترناشونال تقدر تتقدم في اي حته في الدنيا، فطالما قدمناها في بلدنا لازم نقدمها بشكل حلو قوي. فجاه اختفت وقفلت تليفونها، وارد جدا ان هي ما تنبسطش لما تلاقيك في خلقتها كده. يا نهار اسود، انت بتجيلك البيت؟ امشي يا يوسف. شمشي يا جميله. كتير من الفنانين كانوا موجودين في العرض الخاص عشان يباركوا لصناع العمل، لكنهم اتفاجئوا بغياب بطلة الفيلم هنا الزاهد. هفضل جنبك طول عمري. ما كنتش اعرف ان قد الحب ده ولا لا. لا خلاص مفيش نصيب بقى. أنا جاي لأصحابي، جاي لأصدقائي، وجاي أبارك لهم، جاي أبارك لعثمان ولياسر ولكل الشباب ولكل الكاست وكل الكرو اللي اشتغل على الفيلم ده. قد تكون بداية لحاجات كتير قوي جاية. الموضوع كمان بتاع الفيلم اللي هو قصة حب اللي هو احنا مفتقدينه اساسا في حياتنا. كسروا الدنيا ان شاء الله، عشان اكيد انتم مش هتعملوا فيلم عادي، هتعملوا فيلم يكسر الدنيا، وانا متحمسه جدا اشوف انتوا هتعملوا ايه مع بعض، عشان الكابل ده جديد بصراحه، فمتحمسه اشوف ده جدا. حابب اقول لاحمد مبروك وبالتوفيق. انا لسه ما شفتش الفيلم، وطبعا نفسي الفيلم يبقى حلو، ويا رب يعني الفيلم ينجح ويبقى كويس قوي. فيلم بطولة أحمد حاتم اللي هو من كم سنة كان معنا بأوقات فراغ، وأنا سعيد قوي في تجاربهم كلهم، مش بس بأوقات فراغ. يعني لو أخذنا أول أوقات فراغ كان بس يعني أتيحت لهم فرصة يطلعوا على الشاشة، بس لولا الجهد التعب اللي هم تعبوه كمان بعديها قوي ما كانوش وصلوا للنهارده، وأحمد حاتم ما كانش وصل للوقت اللي احنا فيه.